مساء الخير يا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم شلونكم اشتقتوا لي. بسوي معكم اليوم مسألة دجاج بطريقتها مضبوطة 1,000,000% وراهن عليها أكبر مطعم، ومع خبز النان مع رز أبيض ولا أروع، وكلهم بشرح لكم إياهم بالتفصيل. تابعوا معي بتعرفون كل الأسرار والبدائل. بالبداية بسوي تتبيلة الدجاج. أخذت زبادي، حطيت عليه طبعا علبة زبادي حسب كمية الدجاج اللي انت تبينها. حطيت زبادي، عليه ملعقة خردل، عليه عصير ليمون، حطيت بهارات هندية، كاري، كزبرة، كمون، فلفل أسود، كركم، وبهار حار، كاري حار، بابريكا. طبعا عموما الأكل الهندي يحب بهارات، أي تتبيلة هندية تحب بهارات. ما ننسى نحط الزنجبيل بودرة أو طازج والثوم نفس الشيء. بعدين خلطتهم كلهم مع بعض، حطيت شوي ملح، واللي أهم من شيء ورق الحلبة، أوراق الحلبة هذه اللي أنا وريتكم إياها. مرة تعطي للأكل الهندي طعم عجيب، تفرق معكم 180 درجة. نفس الشيء أنا كنت خلط بالخلاط طماط مع فلفل حار وبارد، حطيتهم عليه، خلطته مع بعض، ذقت حرورته. أنا أبغاه حار بس مو على درجة إنه ما حد يقدر ياكله، لا، حرورته طالعة. الأكل الهندي يكون موزون. خلطتهم مع بعض، حسيت اللون فاتح فنزلت عليهم لون صفار زعفران. خلطتهم مع بعض وخليت. أنا صراحة أفضل شيء إنكم تبلونها قبلها بساعة ساعتين ثلاثة، أو قبلها بليلة، بتكون نكهة أكثر. تقدرون تستخدمون صدور دجاج. أنا ما كان عندي صدور دجاج فاستخدمت دجاج كامل. بعد ما تبلته خليته على جنب، راح أشتغل فيه بس أخلص عجينتي. هنا خبز النان، أخذت 3 أكواب دقيق، حطيت عليهم 3 ملاعق زيت، عليهم ملعقة صغيرة خميرة فورية، وملعقتين حليب بودرة. خلطته مع بعض ونزلت عليهم الموية لحد ما تكونت معي عجينة حلوة مثل عجينة الفطاير، ما تكون قاسية ونفس الشيء ما تكون لينة حيل عشان أقدر أشكلها. أنا هنا شفت القوام ممتاز، خليتها تعجن لحد ما لمت نفسها وصارت عندي العجينة مضبوطة. نزلتها، جمعتها صح، ودهنت صحن العجن بزيت، عشان بس انه لما اشتغل فيه بعدين بيكون مو حيل، بس عشان ما تلزق على صحن العجينة. شوفوا العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن، اشكلها واشتغل فيها مضبوطة مليانة يعني. تقدرون تشتغلون فيها اي شيء. طبعا الملح ما ننساه بعد بالعجينة. غطيت وخليته يرتاح على راحته. هنا ببدأ أسوي المسالة. أول شيء حطيت زبدة كمية حلوة، حطيت عليها زيت. أحط الزيت عشان ما تحترق الزبدة، لأن الزبدة لما مع كثر الحمص والأشياء هذه بتحترق. نزلت عليه كمية بصل مفروم ناعم، حركتهم لحد ما ذبل البصل شوي. بعدين عندي بذور الخردل. هذه بذور الخردل تفرق معكم بالأكل الهندي 1,000,000%. بس لو ما كان متوفر استغنوا عنه. أوراق الحلبة لو ما كانت متوفرة استغنوا عنها. حليب جوز الهند أو كريمة جوز الهند، هذول لو ما كانت متوفرة بقول لكم البديل حقها. طبعا هنا نزلت خلطة الدجاج كاملة مع تتبيلتها مع كلها، وحركها على نار حامية عشان ينحمس مع الدجاج وياخذ مع بعضه. بعدين حطيت عليه ملح. نزلت عليه معجون طماط، بنزل عليه معجون طماط الحين مثل ما تشوفونه. معجون الطماط احمس معه عشان يعطيني اللون اللي انا ابيه، وانا ما ابغاه لون احمر، انا ابغاه مسالة الصفرة اللي تجي لونها اصفر فاتح. الأحمر طبخة ثانية الحال. هنا حليب جوز الهند اللي استخدمته هذا هو. بعد ما حمس مع الدجاج صح واستوى، نزلت العلبة كاملة ونزلت عليها كريمة طبخ. نفس الشيء. حسيت اللون صار فاتح مرة فزدت عليه معجون طماط. والشيء هذا انتم تحسونه اللون اللي انتم تحبون توصلوا له. طبعا بعد ما حطيت عليه كل شيء، حركته مع بعض لحد ما اندمج مع بعضه، وخليته يطبخ وانا كل شوي اجي اقلبه. حطيت هنا كزبرة فرمتها ناعم وشبنت، هذول بيعطون نكهة عجيبة للأكل. كذا خلصنا مسألة. ترى ما في أسهل من الشيء هذا. حليب جوز الهند لو مو متوفر عندك استبدليه بزبادي مع نشا عشان يصير ثقيل. بس أنا أفضل حليب جوز الهند وكريم أحسن. طبعا هنا قطعت الخبز عشان يرتاح، يعني أبغاها ياخذ راحته، وقطعت قطع صغيرة لأني ما أبغى خبز كبير، بتطلع معي قطع خبز حلوة. جيت حركت المسالة وحطيتهم نقلتها على نار ثانية هنا، لأن النار هذه حامية فأنا أبغى يطبخ على نار هادية وسط.
حطيت القدر، حطيت فيه زيت، نزلت عليه الرز اللي انتو الكمية انتو تبونه، وحركوه شوي شوي ما بغاية يتكسر. وبقول لكم كيف يصير معكم الرز الحبة طويلة ومفلفل. حطيت عليه ماجي أبيض، آجي أو معزز نكهة اللي انتو تقولوا لأن أنا ما أبغى شيء يغير لي نكهة الأكل، مع ملح وذرة هيل، يعطيني نكهة مرة عجيبة للأكل. حركتهم مع الزيت عشان يتفلفل معي وياخذ الزيت كله. نزلت عليه الموية حارة مغلية ويبدأ يغلى معي. إذا بدأ يغلي ما أسكر الغطاء على الرز، ما طول فيه موية ما أسكر عليه الغطاء. شفتوني راح برجع الحين عليه والغطاء مفتوح. ليش؟ كل ما كان الغطاء مفتوح راح يطلع معي حبة الرز مرة طويلة ومفلفلة. هذه أنا يعني يضبط معي كذا. بعد ما ينشف الموية الرز أكسر عليه النار حيل، وأنا رفعته أصلا بحديدة. نزلت عليه زبدة ونزلت عليه شوية من مرق المسالة اللي أنا سويتها. ليش؟ لأن أبغى الرز ياخذ النكهة. لو سويته رز أبيض عادي لا تحطون عليه أي شيء. خليته قصرت عليه النار آخر شيء. الحين أسكره، بعد ما أسكره أخليه على نار هادية أقل شيء 20 دقيقة. هنا ببدأ أخبز الخبز. شغلت الفرن، تقدرون تسوونه بالخبازة العادية، تقدرون تسوونه بفرن الخبز، تقدرون تسوونه على التاوة يعني تسوونه، بس أنا عندي الفرن فاستخدمته. بسوي شيء بثوم وسمن وشيء سادة. هنا حطيت الثوم، فردت عليه الفرادة عشان يلزق على الخبز وما يطيح معي بالفرن. بعد ما فردته حطيت على المخدة حقت الخبز اللي أنا قاعدة أسوي فيها، حطيت عليه موية عشان يلزق ونزلته بالفرن. بعدها حطيت اثنين لأن القطعة صغيرة. أول ما يطلع من الفرن اللي فيه ثوم أدهن بسمنة، يعطيه شيء عجيب يا بنات، مرة عجيب. أتمنى أنكم تتبعون مثل ما أقول لكم. طبعا بعد ما خلصت كمية الخبز كاملة، كان المسالة خلصت، وراح تشوفون أنا شيء خليت دهنت بسمنة وثوم، وشيء خليت السادة عشان ما أبغى مو الكل يرغب يعني. تقدرون تسوونه بفلفل أحمر، تقدرون تسوونه بمحشي، اللي انتم حابين تسوونه نفس ما تحبون. أنا أحب النكهتين هذول فسويته. الخبز مرة طري وهش، المسالة لذيذة، الرز مفلفل وعجيب. يعني أنا كذا أكون خلصت كل الطبخة. يعني بس أنا أشرحها لكم بالتفصيل لأني ودي إنها توصل المعلومة، ودي الكل يجربها. شيء مرة لذيذ وتسوونه بالبيت. أنا أرغب إني أسويه بالبيت أكثر من إني آكل من برا. صح في بعضهم يضبطونه، بس مثل أنتي بالبيت النكهة اللي تبينها، الشيء اللي تبين تزيدين، الشيء اللي تبين تنقصينه، الكمية اللي تبينها. والله يا بنات شيء مرة عجيب. علينا وعليكم بألف عافية. أتمنى أنكم تجربونه، متأكدة بيعجبكم. الرز ما شاء الله تبارك الرحمن كل حبة الحالة. راح تشوفون الحين لما أشيل الصحن كيف ينفل من بعض. المسالة لذيذة 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 يا بنات، أتعب وأنا أقول لذيذة. الخبز هش ومقرمش نفس الشيء، ما هو هش ويابس، نكهته عجيبة. علينا وعليكم بألف عافية. أتمنى أنكم تجربونه، متأكدة بيعجبكم. لا تنسوا اللايك وحركة الإكس بلور وتابعونا على كل حساباتي، ومشكورين والله يسعدكم.